سلام الله عليكم حبايب قلبي. اليوم معنا قضية الطفل مهند الصعيدي من ريمة الذي صار يشتغل على أهله وعلى أسرته يقوم يلقي واحد صاحب مطعم قال له يشتغل لك عندي في المطعم. أجا يشتغل يدور لقمة عيش حلال يشقى على أهله. يقوم الراجل هذا يهبوا لليل بيتهجم عليه ويشتي يغتصبه ويشتي. الرجال قام دافع على نفسه بسكين أو ما أشبه، قتل الرجال هذا اللي يشتي يعتدي عليه ويغتصبه وكان يمكن بعد الاغتصاب يقع قتله، لأن المجرم يقع مجرم لا ما لا نهاية. فالذين أرجوه من القاضي اللي حكم عليه بالإعدام أن يراجع ذمته ويحكم بما أنزل الله. الطفل عادي هو لم يبلغ السن القانوني، لم يبلغ التكليف، غير مكلف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ السن القانوني حتى يبلغ الحلم، وعن المجنون حتى يصحي، وعن النائم. هذين الثلاثة رفع عليهم القلم. ولما هذا هو دفاع على النفس. تحياتي لكم جميعا.